حقق نادي شعب حضرموت الفوز ببطولة كأس حضرموت بعد تغلبه بهدفين مقابل هدف وحيد على نظيره سلام الغرفة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. عرس كروي كبير شهدته مدينة المكلا في ختام بطولة كأس حضرموت في نسختها الخامسة. العرس الرياضي الذي جمع شعب حضرموت ونظيره سلام الغرفة تزامن مع افتتاح ملعب الفقيد بارادم بعد إعادة تأهيله. عادت الحياة الطبيعية في حضرموت في شتى جوانب الحياة، وهذا التجمع الجماهيري الرياضي الكبير الذي نشهده اليوم إنما يدل على شيء، يدل على الاستقرار الأمني، يدل على تطبيع الحياة بشكل نهائي. فهنيئا لحضرموت، هنيئا لشباب حضرموت هذا المنجز الكبير. المباراة المثيرة والحماسية استطاع فيها الشعب تسجيل أول أهداف المباراة عبر ركلة جزاء، ليعقبها بتسجيل هدفه الثاني في هجمة مرتدة، قبل أن يقلص السلام الفارق بتسجيله هدفا منتصف الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الشعب على نظيره السلام بهدفين لهدف. الحمد لله رب العالمين، ربنا اليوم وفقنا نحن في هذه المباراة، وإن شاء الله نوعد الجماهير إن شاء الله للأفضل إن شاء الله بإذن الله، بعد تعب طويل حوالي 6 شهور 5 شهور متوقف الكاس النهائية. الحمد لله أنه وفروا لنا الملعب دول. حضرموت انتصرت بهذه الجماهير من كل مناطق المحافظة، انتصرت بحضور المحافظ، انتصرت بفوز الشعب، انتصرت بوصافة السلام، انتصرت بتتويج الأبطال، انتصرت بحضور الزملاء، انتصرت حضرموت وكفاية. العرس الكروي شهد حضورا للآلاف من الجماهير الذين لم تتسع لهم مدرجات الملعب واكتظت بهم ساحاته المجاورة. تم فيه تكريم 30 شخصية ورياضية وإعلامية من الرعيل الرياضي الجميل. هذه الحشود الجماهيرية الكبيرة مع استكمال المنشآت الرياضية في محافظة حضرموت يعطي دلالة على أن المحافظة باتت اليوم قادرة على استضافة المنافسات الرياضية المحلية والإقليمية. عيدروس الخليفي، الغد المشرق، المكلا.